السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب مروة ورحمة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. ده طبعا كان الفيديو جزء تاني من الفيديو. اهلا بكم معانا في قناة بيت مروة ورحمة. طبعا كلكم منورين يا حبايب قلبي اللي بيشاهدوني من داخل مصر ومن خارج مصر ومن جميع انحاء العالم. اهلا بيكم كلكم، مشرفيني ومكتريني ومكتريني وكلكم فوق دماغي من فوق. اهلا وسهلا بيكم. فيديو النهارده يا رب يعجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في احلى لايك من ايديكم، ولو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي انزلوا اشتركوا حالا وفعلوا شعار الكل عشان يوصل لكم كل شعار جديد من بيت مروه ورحمه. بحبكم جدا جدا يا احلى عيله في الدنيا، عيله مروه ورحمه. طبعا هنا انا كنت سايبه لكم فكره عن موضوع الغساله يا جماعه بتاعتي. قلت لكم كنت انا جبت كانت بايظه وصلحتها. كان عندي فيها ايه بقى؟ كان عندي الزراير والباب وعملت قفله جامده قوي في فيديوهات قبل كده. فجبت الراجل الحمد لله صلحت الزراير وصلحت الباب بتاعها، تكيت الباب. هو ده اللي خلى سبب الغساله انها تعمل قفله. طبعا الغساله دي بصوا معمره، بقالها 21 سنة عندي ومش عايزة استغنى عنها برضك، لان اي حد بيجي يصلحولي بيقول لي يا مروة، يعني مروة ايه هو مش عارف اسمي. فبيقول لي يا مدام الغسالة دي الحلة بتاعتها ستانلس اصلي، ايام ما كانت ايدجل زانوسي بيستوردوا الحاجات دي من بره، وكانت بتتجمع هنا عندنا في مصر، غير الغسالات اللي شغالة اليومين دول خالص اطلاقا. طبعا كل الغسالات اللي شغاله اليومين دول كلها بتبقى بلاستيك في بلاستيك. يعني تلاقي الغساله ما تقعدش عندك، يعني بكتير قوي تقعد معاكي سنتين وتفيص معاكي وتضطري تجيبي غيرها. لا دي الحمد لله ما شاء الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. مش عايزه احسد نفسي لان انا بحتاس يا جماعه لما الغساله بتاعتي بتبوظ. قاعده معايا الحمد لله بقالها 21 سنه. لايك بقى عشان ال 21 سنه ان انا واحده شاطره. على فكره انا كل حاجاتي اللي انا متجوزه بيها موجوده معايا. غسالتي اللي انا التلاجة بتاعتي اللي انا متجوزه بيها موجوده عندنا هنا، احنا في بيت عيله، حطاها في شقه تحت. كل عفشي كل حاجتي هعرفكم على حاجتي اللي انا متجوزه عليها. طبعا جددت كتير، بس انا مش عايزه بقى ارغي كتير. المهم الراجل بتاع الغسالات عمل لي فكره يا جماعه ان انا لما اشغل الغساله تملى ميه وتفصل لوحدها. المهم معرفش ايه اللي حصل، الغساله بقت تعصر جامد جدا ولقيتها بتتحرك عن مكانها. ولقيت الصبح كنت مشغلاها اشتغلت اول مره تمام، تاني مره عملت معايا كده، ولقيت الموتور معلق، الموتور علق. وطبعا انا مش عارفه اسيطر عليه من الزرار، اضطريت افصل الكهرباء خالص عن المطبخ تمام. لحد ما صحيت تاني يوم الفيديو اللي فات عملت كل الحاجات دي ونزلت اشتريت شي كرتون، وبدات بقى ايه اغلف الفيشه اللي هي جايه دايركت على الكهرباء من الموتور دايركت، ورحت معلقاها لحد ما ايه ان شاء الله بقى ايه بعد العيد يبقى الراجل يجي يشوف لي ايه المشكله والعيب دوا. الجهاز ده مركباه ب 250 جنيه. ودي بردك سلكه نازله، خفت اشغل فيشه الغساله انا. يحصل فيها ايه بقى؟ اني الفيشه لما احطها في الغساله الفيشه فالغساله تكهربني، رحت بردك لفه الفيشه بالشكرتون زي ما انتوا شايفين كده. وهبدا بقى اعمل ايه، ارجع بقى الغساله مكانها. وطبعا المطبخ هنا ما كانش لسه بقى اتنفض ولا اي حاجه، فانا هحضر معاكم غدا النهارده كده خفيف. وطبعا منزله بقى الشفاط ومنزله الدنيا، والدنيا كانت مكركبه معايا معصلجه مش عايزه تدخل. هبدا بقى انا ادخلها وكده بقى تمام. علشان كده الموتور يا جماعه فضل شغال معايا وقت طويل، يعني كان فيها غسله اللي انا فضيتها معاكم فضلت الموتور فضل شغال معايا مده الغسله دي ايه كلها تمام. بس هبدأ بقى هنا اول حاجة اعملها، جبت اللحمة بقى بتاعتي دي اهي. هبدأ بقى ان انا ايه اقطعها واغسلها كويس جدا. ومعايا كيس ملوخية، انا هعمل النهاردة ملوخية بسمة. وهعمل بقى بصوا اللحمة ليها طرق كتير جدا يا جماعة. يعني في ممكن ان احنا نغلي مية ونغسل اللحمة ونسقط فيها، وفي ان احنا ندي تشويحة للحمة بتاعتنا على النار. يعني انا بحب اعمل الطريقتين تمام. يعني الطريقه دي او الطريقه دي بتبقى جميله، بس ساعات بحب اعمل كده وساعات بحب اعمل كده. المهم انا بقى هغسل اللحمه بتاعتي واركنها على جنب،
وهبدا اجيب حله اغلي فيها ميه وحله هعمل فيها اللحمه بتاعتي. اهو حطيت الحلتين على البوتاجاز، وهحط بقى في الحله الاستانلس دي، هنزل بيها بعد ما تسخن شويه اللحمه، يا دوبك تنزل ايه، بحبها تاخد ايه زي ايه تشويحه، هبدا انزلها كده ايه تاخد صدمه. انا بحب الطريقه دي بتبقى حلوه قوي قوي قوي. هسيبها بقى لما ايه تنزل ميتها خالص على الايه على البوتاجاز. هديها رشه فلفل اسود، طبعا كان اخر رشه عندي، وهطحن دلوقتي معاكم الايه الفلفل الاسود واحنا واقفين. بصوا اخر حاجه هرغيه قلبهم، وهطلع بقى الفلفل الاسود بقى ونحضره بقى ايه، ده طبعا عيد لحمه، فلازم بقى يبقى عندي بهاراتي وعندي حاجتي، وهطحن بقى الفلفل الاسود دلوقتي اهي. بصوا بصوا بقى بتنزل ميه ازاي، انا بحاول بصوا اقرب لكم، بسيبها لحد ما تنزل ميتها خالص، وحاطه بقى الحله هناك عشان لما تشرب ميتها اعمل ايه، اروح جايه نازله بالميه السخنه عليها، ما ينفعش ننزل بميه ساقعه مش هتستوي معايا يا جماعه، تمام. او هبدا بقى احط الطاسه بتاعتي على النار، وهجيب بقى الفلفل الاسود اهو يا بنات. ده الفلفل الاسود تقريبا كان ب60 جنيه، كنت جايبه الكيلو ب60 جنيه، كنت جايبه الفلفل الاسود ده لما رحنا فتح الله في رمضان، اهو بقرب لكم عليه سعره. هطحن بقى شويه حلوين املى بيهم البرطمان يكفوني ايه في شغل العيد. احط كده شويه، بصوا يعني لما بنطحن بتبقى سهله جدا، يعني انا بحط مجرد ان انا احط اي حاجه عايزه تتطحن، مجرد ان انت تحطي الحاجه وتتحمص تحميصه حلوه، وبنحضر الايه المطحنه بتاعتنا، تمام. بيتطحن وبيبقى ناعم وزي الفل. يعني انا بحب ان انا اجيب الحاجات الكزبره. معلومه بقى، انا كنت هنا مطلعه اطحن كزبره يا جماعه، الكزبره دي كنت شايلاها في التلاجة، ولما غسلت التلاجة ساعه رمضان طلعتها ونسيت ان انا احطها تاني وسبتها في الدولاب. الكزبره ملهاش روح نهائي يا بنات انها تطلع بره التلاجة في الحر بالذات، فلقيتها مسوسه كلها، فخدتها تريك واترمت كده خلاص. الكزبره بالذات، يعني ممكن الفلفل الاسود والكمون الحصى ما يسوسش وما يجرالوش حاجه، الكزبره بالذات انا كمان حتى الكزبره المطحونه بعمل ايه، حطها في التلاجة. يعني انا جربتها اكتر من مره، الكزبره اللي تتساب بره بتسوس وما بتستحملش، تمام. بس فانا حبيت اطحن معاكم الفلفل الاسود علشان ايه، اوريكم لقيته هنا الطاسه سخنت قوي، فاوريكم بس الايه اللي انا طحنته بس ازاي. والكمون هعمله نفس الطريقه. كل سنه وانتم طيبين. فدي بقى ايه كانت الايام بقى الايه الاخيره. انا اهو بصوا بصوا بقى بيبقى ناعم وجميل ازاي ما شاء الله، حبيت اوريكم. بصوا شكله، بصوا الدخانه لازم يبقى سخن كده عشان يتطحن معايا يبقى سهل. هجيب بقى انا البرطمان بتاعي، وهبدا ان انا ايه انزل الفلفل الاسمر بتاعي. اهم حاجه عندنا في البيت الفلفل الاسمر طبعا. واللحمه بتاعتي محطوطه على النار، بسيباها ايه كل دوا سايباها تصفي ميتها تنشف خالص، عايزاها تنشف خالص الميه. حطيت البصله كمان. فانا النهارده عملت ايه غدا كده ايه خفيف بسرعه، يعني سهل، يعني انا بالنسبه لي الغدا ده سهل. ده كان بدايه الفيديو اللي فات اللي انا غسلت فيه التكييف، اليوم ده عملت فيه الحاجات دي. بس كده هبدأ بقى انا ايه اطحن باقي الفلفل كله. اهو يا جماعه انا كده خلصت الفلفل الاسود بالشكل ده، مليت بيهم برطمان. ادوني لايك. طب بالراحه يا ست مروه. المهم، وهنا بقى معانا الكمون. انا كنت جايبه يا بنات الكمون دوا كان عامل 120 جنيه، انا فاكره يوميها لما انا بصيت عليه، اهو عامل 120 جنيه اهو. يا رب بس يكون طالع. انا كنت جايبه يوميها كيلو فلفل اسود، وكنت جايبه تقريبا نص كمون، عملت منه مره في رمضان وده بقيته. فبحب احط بقى ايه الحاجات دي عندي في البيت بصراحه. اهو الواحد يحتاج على طول، برضك هحط كميه اللي هي ايه املى بيهم البرطمان. برضك هطحنه بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها الفلفل الاسود. حطيت شويه كده محترمين، تمام قوي كده. برضك هحمصهم وهطحنهم زي ما عملنا الفلفل الاسود بالظبط.
معايا بصوا بقى هنا اللحمه الميه بتاعتها نشفت ازاي يا بنات. هبدأ بقى انزل اهي بالميه السخنه بتاعتي عليها، تمام قوي كده. الحركه دي يا جماعه بتخلي للحمه ولا تطلع الريم ولا تعمل ريم كده، ان انت بقى لما تحطي بقى الميه وتنزلي اللحمه تلاقيها عامله ريم كتير. لا، الطريقه دي ما شاء الله بتخلي بصوا الشوربه ومحطوطه ولا تلاقوا فيها ريم يتشال ولا اي حاجه من دي. وبتشربي شوية شوربة. أول ما هحط دلوقتي الورق الروري والحبهان والمستكة بتوعي واللحمة بقى يا جماعة، عايزة أقول لكم تاتشاية حلوة قوي. شعرة كمون عندك بتخلي للحمة بالذات اللحمة كمون، بس استحالة تتحط الكمون مع الفراخ، استحالة، يغير على طول ريحة الفراخ على طول. انما في اللحمه شعره الكمون دي بتخلي للحمه ريحه مش عايزه اقول لكم، تحفه بصراحه تحفه. بس كانوا شويه شوربه ولا الريحه كانت طالعه بقى ايه مفحفحه. وعملنا منها بقى طبعا الملوخيه، فكانت حكايه كانت زي السكر. او هبدا بقى انا اجهز البهارات اهي بصوا، ولا ريم ولا اي حاجه، انا حبيت اغطي واوريكم مفيش ريم خالص. اهو معايا هنا اهو شويه حبهان، كام فص حبهان كده هنزلهم، وهنزل كده بردك شويه ورق لوري. انا ما بحبش احط حاجه تاني على على اللحمه، ولا لومي ولا اللحمه بالذات، شوربه اللحمه بالذات ما بحبش احط ورق الا ورق لوري حبهان. هنزل بردك بشويه فلفل اسود ومستكه يا جماعه، اهي شويه كده ايه مستكه، بتخلي بقى الشوربه حكايه. ولا لومي ولا اي حاجه من دي، لا يعني. انما بقى شوربه الفراخ الكلام ده، وخصوصا لما اكون عايزه بقى اعمل رز بسمتي والكلام ده كله، الحاجات دي كلها بتدي نكهات حلوه قوي مع الفراخ، انما اللحمه لا. فما كنتش لسه بقى طحنت الكمون، فهاخد شويه اهو بصوا شويه كمون، وهنزل بقى عليهم بقى كده حصى، واحطهم بقى ايه في الشوربه، تمام كده كده ما شاء الله بقى. بس الريحه بقى ايه لما حطيت بقى البهارات، الريحه طالعه جنان جنان. هوطي بقى عليها لان اللحمه عايزه بقى ايه تستوي، على تاخدي بقى شويه شوربه حلوين على نار هاديه، تمام. بس هبدا بقى هنا هعبي بقى الكمون، وهعمل بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها الفلفل الاسود، وسايبها انا بقلبه بقى كده، وبوطي عليه علشان يفضل ايه سخن، لان انا لازم اطحنه يبقى ايه سخن يا بنات، تمام. اهو كده انا خلصت الكمون بتاعي، عبيت العلبه بتاعتي كده جاهزه. هنيجي بقى نشوف هنعمل ايه. هنا بقى دي طبعا الصفايه انا بقى فضيتها وبدات بقى اصبنها، وهبدا بقى انتوا شايفين بقى الكركبه بقى اللي هناك كانت عامله ازاي، وهبدا ان انا ارص بقى عليها الحاجات بتاعتي. بصراحه روقت الرخامه عندي جدا، غير بقى الدربكه اللي كانت هناك دي. هبدا بقى امسك بقى المواعين بقى اللي هناك دي بقى كده، واروح جايه بقى ايه بادئه ايه رصهم بقى كده. حتى كمان شلت المعالق دي بردك، رحت بدأت رصيتهم بقى كده، وحطيتها بقى هنا ايه على الرخامة كده بالشكل ده. روقت الرخامة معايا بقت حلوة جدا. بس كده تمام. يلا بينا بقى نعمله احلى طشة ملوخية. معايا معلقة كبيرة محترمة توم، ومعايا معلقة كزبرة. هقلب وطبعا الشوربة بتاعتي بتاعت الملوخية حطيتها بقى هناك في حلة تانية، وهبدأ اقلب التوم على الكزبرة ده كويس جدا. بظبط الكاميرا. معايا بقى اهي الشوربه تمام، وهبدا بقى ايه اقلب الكزبره على التوم زي ما انتوا شايفين كده. مش هحط اي حاجه تانية، علشان اخد حته تومه نيه بالكزبره احطها على الحله بتاعت الشوربه اللي احنا هنعمل بيها الايه الملوخيه. هاخد بقى حته تومه من هنا، والباقيه هعمل لها طشه الملوخيه. وهقول لكم بقى على الطشه بتاعتي بقول فيها ايه، وبتطلع الملوخيه سكر سكر. او هبدأ بقى اخد بقى حتة محترمة كده بقى ايه، واحطها على الحلة بتاعتي، تمام كده. هبدأ بقى اجيب السمنة البلدي بتاعتي. انا بحب اقلل الملوخية بسمنة بلدي. يا سلام بقى لو حتة ليا، يا سلام. اهي سمنة. محتاجين بقى نسيحوا سمنة ان شاء الله. الفيديوهات الجاية نسيح بقى سمنة مع بعض، وهنعمله ان شاء الله حاجات حلوة بإذن الله. هوطي بقى كده، وهبدأ انزل. انا جبت كيس ملوخية بسمة
حلوة مش وحشة. هبدأ بقى انزل بيها على الشوربة، لان الشوربة كده غلت خلاص. كده هبدأ بقى ان انا ايه، انزل كيس الملوخية ده كله كده على الشوربة بتاعتي، وهقلبها كويس جدا. ادوب الملوخية في الشوربة وما اخليش الملوخية تبقى مكلكعة معايا. بس كده، ما بعملش حاجة تاني ابدا في الملوخية، ما بحبش احط عليها اي اضافات. بس ساعات بتبقى عندي شوربة الفراخ عليها طماطم، بتبقى مخليها بردك حلوة مش وحشة. انا بقى بحب احط الطماطم وبحب احط الفلفل في شوربة الفراخ، بتخلي لها نكهة. انما شوربة اللحمة بحبها زي ما انتوا شفتوا بالطريقة دي، بتطلع بصراحة تحفة، ولا ريحتها بتقلب كيان الدنيا. بس كده تمام اوي. هبدأ بقى اقلب الملوخية زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، عشان ما تبقاش مكلكعة معايا. هنبدأ بقى نجهز التقلية بتاعتها عشان ننزل على الملوخية بتاعتي. اكل بسيط جدا 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 ومخدش معايا وقت خالص. اهو ببدأ اقلي بقى كده التقلية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. اول ما تبدأ كده التومة بتاعتي تاخد لون، هتبقى كده الملوخية ايه تمام. بقلبها كويس علشان ساعات الملوخية بتبقى ايه مكلكعة، عشان ما تبقاش مكلكعة معايا نهائي. بس كانوا شوية ملوخية عسل. فانا عايزة بقى ايه، قبل ما احط الطشة بتاعتها لازم ادوقها علشان اشوف عايزة ملح، عايزة حاجة اظبطها. تمام. انا لقيتها عسل، لقيتها زي السكر. بقول لكم يا سلام يا سلام يا سلام. كانت زي العسل بصراحة. هقلب بقى التومة بتاعتي. ما عدلتش الكاميرا ليه؟ اللي ياكلك ما يسليكي، يجعل حلاوة الرسول فيكي، أردبة عيش ما تكفيكي. كنت عمالة اشرق عليها واعمل كده، دي الكلمة المفضلة بتاعتي وانا بقلل الملوخية يا بنات. اهي بصوا. عمالة بقى اشرق عليها وعمالة ايه اقول كده. بصوا بصوا جمالها بقى وسمكها، بسم الله ما شاء الله. بس كانت عسل عسل، كانت عايزاكم بصراحة تيجوا تاكلوا معايا. بس كده تمام. الله ينور عليك يا مروة، تسلم ايدك. كلهم عندي في البيت، ماما خالي كله رحمة، ابو محمود، كلهم بيعشقوا الملوخية من ايدي يا جماعة. كانوا شوية ملوخية زي السكر. هدوقها تاني من حلاوتها بقى، استحليتها معلش. يا سلام سكر. تسلم ايديا وعينيا. تمام كده وخلصت معايا الملوخية. بصراحة ما قدرتش اغسل معاكم المواعين لان انا خلصت الغدا وطلعنا اتغدينا بصراحة وريحت بقى شوية. واليوم ده قمت نفضت المطبخ بصراحة. مش محتاجة ملح كده، ما فاضليش الا ملح الشوربة بتاعتي. فقلت بقى ملح الشوربة كده معاكم وكده تمام تمام قوي. كده خلصت. هو كان غدانا ده النهارده، ما عملتش ولا رز. اكلنا الملوخيه بالعيش وشربنا شوربه وكلنا لحمه. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، ويجعل ايامكم كلها عيد وهنا وسعاده. ويا رب يومي النهارده يكون عجبكم، ويا رب تكونوا لو استفدتوا استفاده قد كده. طبعا لو استفدتوا حبايب قلبي وعجبكم الفيديو بتاعي، ما تنسونيش بقى في احلى لايك من ايديكم، لان اللايك بيفرحني جدا جدا. بصوا بوريكم سمك الملوخيه ازاي. لايك بقى للملوخيه، عشاق الملوخيه هعرف من اللايك بتاعكم. واقول لكم ايه في نهايه الفيديو؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب.